مصطلح مهم في مجال الشبكات والحماية وهو ال IP. مساء الفل، ازيكم؟ الاخبار عاملين ايه؟ زي ما اتكلمنا قبل كده عن الماك ادرس وعرفنا ايه هو بالتفصيل، ولو ما شفتش الفيديو بتاعه هسيبه لك في الاي اللي فوق واللينك بتاعه في الديسكربشن. النهارده هنتكلم عن الاي بي ونفهم يعني ايه هو بالتفصيل مع بعض. اولا الاي بي ده اختصار لكلمه ايه؟ هو الاي بي اختصار لكلمه انترنت بروتوكول ادرس. الاي بي عباره عن ايه؟ الاي بي هو عنوانك على شبكه الانترنت، وكل جهاز متصل بالانترنت حاليا لازم يبقى ليه اي بي يونيك او فريد وخاص بالجهاز ده. وظيفه الاي بي بقى زمان لما كنا نبعت رساله في البريد، كنا عشان نضمن انها توصل للشخص الصح اللي احنا عايزين نبعتها له كنا بنكتب عنوانه بالتفصيل وعنوانه الفريد عشان موظف البريد يقدر ياخدها ويوديها له هو، ما تروحش لحد تاني. هي دي نفس فكره الاي بي، ان هو ده العنوان الفريد بتاعك اللي بيتبعت لك عليه الرساله. وعنوان الاي بي بيبقى خاص بكل جهاز على حده، يعني عنوان يونيك وفريد للجهاز ده عشان يتبعت لك عليه رسائل او فيديوهات عشان توصلك انت بالذات. يعني زي مثلا رسائل الواتس، انا ببعت رساله لشخص تاني، فالرساله عشان توصل للشخص ده لازم يبقى معروف الاي بي بتاعه عشان توصل له هو بالذات، عشان ما تتوهش في الطريق وتروح لحد تاني. هتحصل ازاي العمليه دي؟ تطلع الرساله من الاي بي بتاعي مشفره على سيرفرات الواتس. اول ما توصل سيرفرات الواتس بيبحث عن الاي بي بتاع الشخص التاني ويوجهها عليه عشان توصل له هو بالذات، ما توصلش لحد تاني. واي موقع بنفس الطريقه. ناخد مثال تاني زي اليوتيوب مثلا. ازاي اليوتيوب بيعرف انك بتحب المحتوى ده؟ طرحه لك كتير. الالجوريزم بتاعت اليوتيوب شافت ان الاي بي بتاعك بيتردد على المحتوى ده بشكل متكرر، فبدأت تفهم انك بتحب المحتوى ده، فبدأ يقترحوا لك اكتر من ناس تانيين او من قنوات تانية. هل الاي بي ينفع يتغير ولا لا؟ الاي بي بينفع يتغير وبيتغير بسهولة، وتغييره كل اللي عليك انك تستخدم برنامج VPN. والVPN هو كل الفكرة بتاعته انه بيغير موقعك من مكان لمكان تاني انت وفي نفس المكان. ده باختصار، وان شاء الله هنشرحه في فيديو تاني. هيفيدني بايه تغيير الاي بي؟ هيفيدك انك تضلل اي حد بيدور عليك، لان الاي بي نفس فكره الماك ادرس، لو حد عرفه ممكن يوصل لك من خلاله ويعرف اللوكيشن بتاعك فين. ويفضل ومن الاحسن ان الاي بي بتاعك برضه ما تقولهوش لحد، نفس فكره الماك ادرس. يعني الماك ادرس والاي بي ما تقولهمش لحد حتى لو عرفت. فتغيير الاي بي بيخلي اللي بيدور عليك، لو حد عمل تراكنج للاي بي بتاعك بيدور في مكان انت مش فيه اصلا. يعني انت مثلا في بلد وهو بيدور عليك في بلد تاني اصلا، لان انت مستخدم VPN فمتغير الاي بي بتاعك، فانت في مكان انت مش موجود فيه اصلا. تغيير الاي بي هيفيدك برضه في حاجه تاني، لو في خاصيات او ميزات متاحه لبلاد معينه ومش متاحه لبلدك، لو غيرت الاي بي بتاعك للبلد المتاح فيها دي فهيتيح لك نفس الامكانيات كانك انت موجود من سكان البلد الثانيه دي. من ضمن الفوائد في تغيير الاي بي انه ممكن يتيح لك خاصيه محجوبه في بلدك او موقع محجوب في بلدك، ممكن تتخطى الحجب ده بانك تغير الاي بي بتاعك البلد الثانيه مش محجوب فيها الخاصيه دي او الخدمه دي او الموقع ده. شكل الاي بي وهو بيتكون من 4 بايتات، كل بين بايت والتاني في نقطه او دوت، وكل بايت اقصاه 3 ارقام بس، ما ينفعش يزيد عن كده. واقصى شكل يوصل للاي بي او اقصى رقم يوصل له اللي هو 255.255.255.255، يعني ال4 خانات يبقى كل رقم فيها 255. ليه الرقم ده بالذات اللي هو 255 في ال4 خانات؟ لان لما نحولوه بنظام الباينري سيستم بتاع لغه الاله اللي هو ال01 اللي بيفهمها الكمبيوتر، هتبقى كلها عباره عن وحايد، فده اقصى رقم هيوصله الاي بي، مش هيقدر يوصل اعلى من كده. لو وصل اعلى من كده الشبكه هتقع. نظام الاي بي هو نظام الديسيمال، والنظام الديسيمال هو بيتكون من ارقام فقط، والارقام بتاعته بتبقى من 0 ل 9 وما فيهوش حروف خالص. يعني مثلا لو ظهرت لك اي بي زي ده واي بي زي ده هتقول لي ده صح لان ارقامه من 0 ل 9 وما فيهوش حروف، لكن ده ارقامه زياده عن 9 وفي حروف، فده مش اي بي، ده حاجه ثانيه. والى هنا عزيزي المشاهد لقد انتهت جرعه دوبامين التعلم لهذا اليوم. انتظركم في جرعه اخرى. الى اللقاء.